الكريب من اكتر الاكلات اللي اتهانت في مصر، وكنا مقررين ما نعملش ريفيو لاي مكان بيعمل كريب. وبما انكم بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي ده معناه ان المكان ده عدى كل التوقعات من حيث الكواليتي والنظافه. احنا جربناه اكتر من مره قبل ما نصور، فتعالوا نقول لكم ليه المكان ده يستاهل. والمكان ده اسمه كريب ان وافل، وفاتح في بلاتس فود كورت اللي في التجمع. والمكان ده عنده 5 فروع في طنطا والزقازيق والمحله، وده الفرع السادس بتاع القاهره. وعكس كل الاماكن بتاعت الكريب اللي بتحط حشو بطريقه اوفر من غير ما يبصوا على كواليتي الخامات اللي محطوطه ونظافتها. والناس دي شغاله بريسبي وبيوزنوا كل حاجه عشان في كل مره تطلبوه فيها تلاقوه بنفس الطعم والحجم. واحنا جربنا 4 كريبات من عندهم. انا جربت التشيكن بيتزا والستيك، ودول نادرا قوي ما تلاقوهم عند مكان بيعمل كريب. التشيكن بيتزا بيبقى صدور فراخ مع بسطرمه متقطعه ومشروم وبصل وفلفل مع صوص البيتزا بقى والموتزاريلا. طعمه كان تحفه وعجبني قوي، اكنك بتاكل بيتزا في عجينه كريب. الستيك بقى بيبقى عباره عن شرايح ستيك مع فلفل وبصل مكرمل وجبنه. شرايح الستيك كانت طريه قوي، ومع اول قطمه فعلا حسيت بالكواليتي والنظافه. انتوا بقى بتحبوا الميكسات، فانا جربت حاجتين. اول واحد بقلص بيكون صدور فراخ مع ستريبس مع برجر، تاني كان الجوكر وده اللي عجبني اكتر، وده عباره عن هوت دوج وستريبس وشيش، ونسب الحاجات وكميتها مظبوطه ما تحسش ان الموضوع عك. واطلبوا معاهم بطاطس فريسكس، بيعملوها حلوه قوي ما ينفعش تفوتوها. في الحلو بقى هم بيعملوا وافل وكريب. جربنا الوافل باللوتس والعجينه بتاعتها فعلا مختلفه. كواليتي الصوصز بجد حلوه قوي. الكريب كمان عندهم تحفه، جربناه بالبيستاشيو، والاتنين بيبقوا محشيين بيستري كريم. المكان الصراحه غير مفهومنا عن الكريب، فجربوه هنستنى رايكم.